ها هم عطاونا بصفعة في زوج قضايا، قضية غزة قطاع غزة وصفعة للجزائر ماهيش لغزة لأنه ما استعملوش حق الفيتو ضد الجزائر، وصفعة في الصحراء الغربية لأنهم عطاونا صفعة لينا احنا باش يبينونا باللي أفهموا رواحكم تختاروا الحلفاء وتختاروا الرجال. لعب الذر هذا ماهوش اللوبي الإسرائيلي وكذا واقفين معاهم داعمين اللوبي المغربي، دونك ماشي في الخطة 100%. ترامب قال له عليا قال لك شروح كيش بدروحك انت درك انا ندبر راسي. قال له شوف بشرط انا نوقف معاك في الملف الجزائري وندبر راسي بشرط انك انت تجبد روحك من اوكرانيا، لانني اريد إن لاول مره روسيا والصين تعطينا بظهرها وما تستعملش حق الفيتو في قضيه الصحراء الغربيه في ديسمبر 2025، نهار اللي صوتوا ضد الصحراء الغربيه اللي قال لك حكم الذاتي، اللي قبلوا مقترح الامريكي ومقترح المغربي. لماذا؟ لأنه علاقتنا مع الصين متوترة، علاقتنا مع روسيا مخروبة. من هو المتسبب؟ أردوغان سيطر على الجزائر وسيطر على العقل التبوني وأصبح يتحكم في السياسة الخارجية، يتحكم في السياسة الداخلية، يتحكم في التجارة من خلال رزيق وجماعته، يتحكم في الاقتصاد الجزائري، يتحكم في السكن، يتحكم في كل شيء. احنا الآن رانا تابعين ولاية من ولايات الدولة العثمانية أردوغان. خسرنا روسيا لأنه ملي جا تبون رئيس ما عندنا حتى زيارة رسمية روسية. لافروف كان كل سمانة في الجزائر طالع هابط. لافروف أيام العمامرة وأيام بوتفليقة كان يشرب القهوة في الجزائر ويتعشى في موسكو، ويعاود يجي يسحر في الجزائر ويسقى قهوة في موسكو. كلنا نسمعوا لافروف، كل نروحوا تشوفوا لافروف كل سمانة طالع هابط الجزائر، لأنه كانت علاقات سمن على عسل. من 2020 الآن هل في علاقة طيبة مع روسيا؟ هل لافروف راه يزورنا ولا يسمعنا ولا حتى يقيمنا؟ ما كانش. خسرنا روسيا، خسرنا الصين، وشدينا في نص ليبيا ونص السودان ونص مالي وربع موريتانيا وثلث تونس، ولا شادين في الكعوله ولا شادين في خيوط راسيا. بعد ما كانت الجزائر الحليف الأول والأقوى والاستراتيجي لروسيا اللي نربحوها على الأقل في حق الفيتو، لأن روسيا كانت تمشي مع الجزائر في كل القضايا اللي تطلبها منها الجزائر بحق الفيتو. يوصل حق الفيتو يعبز عليك، أرفض، لأن الجزائر ترفض. الآن قال أنت حبيت تعطيني ظهرك تروح لتركيا، روح لتركيا يعطيك حق الفيتو. إذا للأسف الشديد ما رفضه تبون مع ماكرون ها هو يقبل به